أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع جوه كواليس صناعة العطور، حاجة يمكن مش واخدة حقها قوي في الكلام: الأساسات أو البيسز. أهلا بيكي. وموضوع مهم فعلا. المصادر اللي معانا النهاردة بتوضح هي إيه بالظبط، وإزاي العطارين بيستخدموها، وليه هي ممكن تكون حجر زاوية في تركيبة العطر. تمام. خلينا نقول إن الأساسات دي زي وحدات بناء جاهزة كده في العطور. وحدات بناء جاهزة؟ أيوه. ممكن تكون بسيطة خالص، 3-4 مكونات مخلوطين سوا. وممكن تبقى معقدة جدا، شبه عطر صغير لوحدها. ياه. أهم حاجة لازم يكون ليها طابع وريحة واضحة ومميزة عشان يبقى ليها لازمة في التركيبة. طب هل كل العطارين بيستخدموها بنفس الأسلوب؟ لا طبعا، في مدارس مختلفة. في عطارين بيعتبروا تصميم الأساس ده حتة أساسية من شغلهم الإبداعي. يعني هو اللي بيعملها بنفسه. بالظبط، بيحط فيها أفكاره وبصمته. زي ما المصدر ذكر عن ميشيل هي، كان ممكن ياخد سنة يبني أساس واحد بس. سنة كاملة عشان يعمل أساس؟ بس الأساس ده يخليه يعمل عطر كامل في أسبوع بعد كده. استثمار كبير في الوقت ده. طيب والنوع التاني؟ النوع التاني بقى بيفضل يشتغل بتركيبات مفتوحة، يشوف كل مكون قدامه صريح. ودول بيستخدموا الأساسات إزاي؟ ممكن يستخدموا أساس جاهز عشان يضيفوا تأثير معين، خلينا نقول نوتة خضرة قوية قوي أو لمسة فاكهة معينة صعدة تتظبط لوحدها. وده يمكن الأسلوب الأكتر في العطور الجديدة اللي هي أبسط شوية. إلى حد كبير الاتجاه دلوقتي للوضوح والتأثير المباشر أكتر. طيب نرجع خطوة لورا، تاريخياً بقى إمتى ظهرت فكرة الأساسات دي؟ بصي، هي ظهرت مع بداية استخدام المواد الصناعية الجديدة في صناعة العطور، بنتكلم على أوائل القرن العشرين. مع المواد الجديدة أيوة. الشركات الكبيرة وقتها كانت بتقدم المواد دي للعطارين في شكل أساسات جاهزة، زي مثلا موس دي ساكس الشهير. دي كانت طريقة عشان يسوقوا للمادة الجديدة وفي نفس الوقت يفضلوا محتفظين بسريتها شوية. بالظبط كده. استراتيجية ذكية جدا وقتها، وكمان بتسهل على العطار استخدام المادة دي. والممارسة دي لسه موجودة رغم إن التحليل الكيميائي دلوقتي ممكن يكشف أي حاجة؟ لسه موجودة، خصوصا لو في مواد خام قوية قوي أو صعبة في التعامل معاها. الأساس بيقدمها للعطار بشكل متوازن ومقبول أكتر. في أمثلة حديثة زي فيرتروكيوليس أو كاسيس 281. وده ياخدنا للأساسات الزهرية، اللي هي كانت محاولات لتقليد ريحة زهور طبيعية زي الياسمين والليلاك وزنبق الوادي، مش كده؟ تماما. ودي كانت ثورة وقتها باستخدام المواد الصناعية الجديدة. ورغم إننا دلوقتي بنقدر نحلل الزهرة الطبيعية بدقة، الأساسات دي لسه مهمة جدا للعطارين. مش بديل كامل للطبيعي؟ لا، مش بديل كامل، بس بتدي حلول ممتازة وبتعتبر جزء من تقنيات العطار. زمان كمان كان في تقنية اسمها سيرفلورز عشان يزودوا واقعية الأساس ده بمعالجته مع الزهور الطبيعية نفسها. وفي كمان مصطلح الأكورودات أو الأكوردز. المصادر بتقول إن في أكورودات مشهورة زي أمبرين وماليس بتستخدم كأساسات خصوصاً في العطور الشرقية. تمام. طب إيه الفرق بقى؟ إمتى نقول أكورد وإمتى نقول أساس؟ بصي، الأكورد عادة بيكون أبسط، مجرد اتفاق بين كام نوتة كده عشان يعملوا ريحة جديدة مميزة، زي أكورد العنبر مثلا، اللي هو لابدانم ولوبان وفانيليا. آه. الأكورد البسيط ده ممكن نستخدمه كأساس لو هو ليه شخصية واضحة ومستقلة العطار يقدر يبني عليها. فالأساس ممكن يكون مجرد أكورد، وممكن يكون تركيبة أعقد بكتير فيها أكوردات ومواد تانية. فهمت. طيب هل في استخدامات تانية للأساسات دي؟ المصادر ذكرت حاجة زي تزيين المواد الخام. أيوة بالظبط. ممكن تاخدي مادة خام معروفة زي ميثيل أيونون وتعملي منها أساس معقد ليه طابع مختلف تماما، زي أساس ألثانول اللي عمله كارلز. ده غير إنها بتساعد في دمج المواد اللي ريحتها قوية قوي. طبعا، دي نقطة مهمة جدا. في نوتات خضراء أو فاكهية بتكون حادة جدا وصعبة، الأساس بيساعد إنها تدخل التركيبة بنعومة وتوازن. وفي كمان نقطة إعادة تكوين طابع عطر موجود. صحيح. ممكن العطار يعمل أساس بيحاكي عطر معين عشان يستخدمه كنقطة بداية لعطر جديد، أو حتى عشان يعمل نسخة مناسبة لمنتجات تانية زي كريم الجسم أو الشاور جل. وبيستخدموا فيها تحليل الجي سي. ممكن توضح لنا بسرعة إيه هو الجي سي ده؟ الجي سي أو الجاس كروماتوغرافي ده تحليل كيميائي دقيق جدا، بيقدر يفصل مكونات العطر. زي بصمة كيميائية كده. بالظبط. فممكن من خلاله يستخلصوا مجموعة نوتس معينة، زي كل مكونات الورد في عطر ما، ويجمعوها في أساس واحد. مثير للاهتمام جدا.
المصادر بتلمح كمان لممارسة غريبة شوية، إن في عطارين بيعملوا أساسات وهمية من عطورهم عشان يحافظوا على سرية التركيبة. للأسف ده بيحصل أحياناً، بس ده بيعمل مشاكل بعد كده في الإنتاج لو احتاجوا يعدلوا حاجة. مفهوم. وبشكل عام زي ما قلتي، الاتجاه الحالي للعطور اللي بتدي تأثير مباشر وسريع قلل شوية من الاعتماد على الأساسات المعقدة جدا اللي كانت ممكن تمثل نسبة كبيرة من العطر زمان. بس ده مش معناه إنها اختفت تماماً. لا طبعا، الأساسات الزهرية أو الأساسات اللي بتدي طابع مميز وقوي دي لسه ليها دور مهم جدا ومستخدمة. يعني نقدر نقول في النهاية إن الأساسات دي أداة مرنة ومهمة جدا في صندوق أدوات العطار، ليها تاريخ وتطور، ولسه ليها أدوار مختلفة في العطور اللي بنستخدمها كل يوم. بالظبط كده، سواء بتمثل بصمة إبداعية أو حل تقني أو وسيلة لتقديم مواد جديدة. طيب، كفكرة أخيرة نسيب بيها المستمعين يفكروا فيها، هل معرفة إن عطرنا المفضل ممكن يكون فيه وحدات جاهزة أو أساسات مدروسة ومعقدة زي دي بيغير إحساسنا بيه أو تقديرنا ليه؟ وإزاي ممكن فن صناعة الأساسات نفسه يتطور في المستقبل مع التوجه الحالي نحو تركيبات أبسط في شكلها النهائي؟ سؤال مفتوح للنقاش.